السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، نهار جديد أو فلوق جديد. اليوم إن شاء الله غادي نبدا معكم الفيديو من هاد لي زارتيكل هادو شريتهم من شاين. ويلاه وصلوني فقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. أول حاجة خديتها هما هاد الديكور هذا ديال هاد النوع ديال الورد، فصراحة كيجي زوين وكيجي الديكور ديالو زوين. هاد الباكيت هادي فيها 50 حبة و10 الحبات من كل شكل. كتجي هكاك في ديك الكرتونة. تاني حاجة خديتها هما هاد الطابلويات هادو كيجيو غير الصور بوحدها بلا كادر بلا والو، حيتاش ديجا عندي في الصالون واحد التصاور. المهم أنا ما بقاوش عاجبيني وخاصني ضروري نبدلهم، فقلت غير غادي نحيدهم وغنغومبلاصيهم بهادو. هنايا خديت هاد السليلة هادي ديال الدوم، حيتاش خديت هاد البلانطة هادي وخاصني ضروري نديرها. فهاديك السليله ديال الدوم غادي تجيني مزيانه مع وسط الدار. صافي خديت هاد البلانطه صراحه عجبتني بزاف، ما كنتش زعما عليها ابدا وقلت ما غاديش تكون زوينه، ما غاديش تكون كاليتي زوينه، ولكن عجباتني كيصيفطوها من ديمونطي وانت كتمونطيها. كذلك خديت المهم اغلب الحاجات اللي خديت هنايا ففقط ديال الديكور. هنايا زدت خديت هاد المخيدات هادو باش يجيوني مع دوك الصور اللي خديت، وفي نفس الوقت يجيوني مع الخاميات. ديجا كنت بدلت الخاميات ودرت واحد الديكور بحال هكا مذهب، يعني خاصني شي حاجه اللي غادي تجي معاهم. والكاليتي ديال دوك الخاميات صراحه واعره. تاني حاجه خديت هما هادوك الكوارات اللي كيداروا مع الماء وكيتنفخوا، هادوك كانوا خاصني ضروري باش انني نعلي دوك الفيزا اللي غندير فيهم الورد، يعني خص ضروري باش يتعلاو. وخديت هاد الخيط هذا ديال الليد اللي غادي نديرو في التلفازه باش غادي يعطي حتى هو واحد الديكور اللي زوين. واخر حاجه خديتها هي هاد العشب هذا، فبغيت نديرو في هذيك السله ديال الدوم اللي غندير فيها هذيك البلانطه اللي خديت. واخر حاجه هي هادو خديتهم غير باش نعلق فيهم السوارت. وهذا مكان هادو هما لي زارتيكل اللي خديت، فانا خديت فقط اللي غادي ندير بهم الزينه ان شاء الله لرمضان. رمضان على الابواب وعواشركم مبروك ان شاء الله، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وزياده الرزق. راه ما كايناش شي عائله عربيه ولا عائله مغربيه ما كتسعدش لرمضان بالتنظيف وجميع الدار وكتحاول انها تبدل هكا ديكور شويه. فداكشي اللي درت انايا، نضت هكا هاد النهار هذا وقلت غادي نجمع وسط الدار. وهادوك لي زارتيكل اللي خديت من شاين، فانا فكرت انني نبدل شويه الديكور. فاختاريت غير دي زارتيكل اللي يعني ما خديتش شي حاجات بزاف، ولكن في نفس الوقت عطاو واحد الديكور مختلف لوسط الدار عندي. عطات واحد الديكور زوين، الطبله ديال التلفازه لوسط الدار صراحه عطا واحد الديكور مختلف شويه، باش نستقبلوا ان شاء الله سيدنا رمضان باجواء جديده ان شاء الله واجواء نقيه. فاليوم وقت الصباح قلت اول حاجه غادي نديرها هي غادي نوض نجمع هذا وسط الدار هو الاول. بما ان عندي انايا البالكون في وسط الدار، فراه من تما كيدخل التكرفيس والغبره، واصلا كان عندي البالكون مكرفس ديال بصح. اول حاجه درتها قلت يا غادي نجمع البالكون هو الاول. فكيف كتشوفوا ما كان طاحت الشتا وكان عندي تما كنسقي دوك الحبيقات، عرفتي كتبقى الدنيا عندي مرونه مكرفسه في البالكون. فصافي شديت البالكون هو الاول بديت به. جمعت هكا الدنيا، شطبت جفيت سست داك الموكيت ديال الربيع، وغنرجع كلشي بلاصتو. عاد غادي نمسح الزاج وغادي نقي البالكون هو الاول، وعاد غادي ندخل لوسط الدار. ومن بعد ما ساليت البالكون فانا دخلت هكا لوسط الدار. اول حاجه درتها هي انني شطبت الدار كامله، جفيت حيدت الصوفه وجفيت وشطبت موراها، كذلك الطبله ديال التلفازه حتى هي حيدتها شطبت وجفيت موراها. جفيت الارض وخليت ديك الجهه ديال وسط الدار انها تنشف. صافي وهنايا جيت سالامونجي. هكا عطيني هذا الموبل هذا حتى هو مسحته، مسحت المرايه. وهنايا درت دوك الكوارات اللي قلت لكم كيتنفخوا مع الماء درتهم. ودرت هادو اللي كنت وريتكم قبيله خديت من شاين. صراحه عطات الديكور ديالهم زوين وجاو زويونين. صافي بالنسبه للصاله مونجي حتى هي غادي نمسحها مزيان.
وغادي ندير لها ديال الطبلة. خديت هاد الميكا هادي غير باش تجيني مع الستيل ديال الديكور اللي دايره، يعني كلشي درتو هكا في الذهبي مخطط، فدرت كلشي في نفس الستيل، يعني حتى من الميكا ديال الطبلة خديتها في نفس الديكور. صافي هكا غادي نمسحها وغادي نحط الديكور ديالها الوسط، وغادي نعلق واحد الصور كانوا عندي ديجا في الدار، غادي نعلقهم تمايا في الحيط حتى هما اللون ديالهم هكا مذهب، باش غادي يجيني كلشي اسورتي مع بعضياته. وهنايا كنت صافي وصلت للآخر، فأنا حطيت فقط زينة رمضان. بالنسبة لزينة رمضان أنا اختاريت ندير هاد الهلال اللي كنت صايبته العام اللي فات، غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. وكذلك حطيت داك الطابلو ديال رمضان هكا، درت هكا شوية ديال الإضاءة، حطيت المباخرة، حطيت داكشي اللي كيتماشى مع زينة رمضان. ومن بعد فأنا عطرت الدار بهذا المعطر هذا ديما كنصحكم به البنات، حيتاش الريحة ديالو غزالة فنة، كيصلح للفراش كيصلح للفوطات، صراحةً زوين بزاف، كناخدو من زيمان، يعني شاركته معكم في بزاف ديال الحاجات. وهذا هو وسط الدار من بعد ما كملت، صراحة جات واحد الديكور اللي زوين، صراحة حبيته بزاف، جا الديكور زوين، جات واحد الراحة واحد الطمأنينة، حيت كتبدلي الديكور بصراحة كترتاحي، المعتاد كيطلع في الراس. فأنايا هنايا بغيت نشارك معكم الدار كيفاش كانت قبل. يعني هنا كنت صراحة أنا ما كنديرش الميكاس ديال الطبلة، هنايا الطبلة ديال التلفازة فهي كانت سامبل بزاف، أنا حتى من اليدين ديال الطبلة ديال التلفازة راني بدلتهم. هادو الطابلويات اللي كانوا عندي فأنا بدلتهم، الخوامي كانوا عندي مغلوقين حيدتهم، المخاد حتى هما بدلتهم، فأنا بدلت كلشي. صراحة كانت الدار شوية مغموقة، ولكن حيت دخلت عليها الألوان الفاتحة بحال الذهبي والأبيض عطاتها واحد الإضاءة، ولات كتبان الدار شوية هكا ضاوية، حيتاش عندي الثيم ديال الدار كله في الخشب، يعني كلشي بلاصيك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدار، صراحة كيف ما قلت لكم عجبني بزاف. ديما دارك واخا كتبدلي غير مخده راه كتحسي بشي حاجه مبدله، واخا تبدلي شي حاجه اللي بسيطه كتبقاي تحسي بالدار انها تبدلات كلها. انا كيعجبني هكا خاصه في رمضان، كيعجبني انني نستقبل رمضان بواحد الديكور اللي جديد. هنايا هبطت الريدو ديال البالكون باش نوريكم الاضاءه كيفاش كتكون في الليل. ركبت داك الليد للتلفازه، صراحه عطى واحد الديكور زوين حتى هو، ودوك البويلات هكا حدا الهلال وحدا رمضان، حتى هي عطات واحد الديكور زوين بزاف. هاد الاضواء هادو ديال الليد وهاد البويلات وهادو كيعطيو واحد الطمانينه حتى هما خاصه في الليل. ايوا ومن بعد ما ساليت الروينه كامله، فانايا درت انايا واحد الكويز ديال سبرايت بالسيرو، جلست شربته هو الاول، رديت الروح، ومن بعد نضت بدلت عليا حوايجي وكان خاصني ضروري نخرج نتغدى. التقضيه ديال رمضان هذا حيت كيقرب رمضان وكيبقى غير جري جري جري. فهنايا مشينا لواحد المحل مغربي، دخلت خديت من عنده داكشي اللي خاصني كامل، خدينا اللحم، خدينا اللحم الحلال وداكشي كامل، خديت مزهار، خديت البلان، خديت اللوز، خديت الزنجلان، المهم عنده كاع ديك التقديه اللي غادي نحتاجو لرمضان، فانا خديتها من عنده العطريه كلشي. فتقديت داكشي كامل ورجعت للدار. كان نهار طويل شويه، عييت فيه صراحه ما نكذبش، حيت رجعت للدار رجعت كاو، صافي رجعت دوجت نعس وهذا كان كل شيء بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا معايا ويكون عجبكم الفيديو، وتكونوا خديتوا افكار كذلك الا بغيتوا تستقبلوا رمضان بشي زينه جديده وشي حاجه اللي بسيطه وغير مكلفه. كنتمنى لكم ان شاء الله عواشركم مبروكه، ويدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وزياده الرزق وكاع داكشي اللي كتمناو. وكنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.